سؤالنا اليوم، اكو صداقه بين الرجل والمراه لو لا؟ تعالوا نشوف. اي ليش لا اكو؟ اكو صداقه. اي اكو صداقه. زين زماله لو صداقه؟ لا صداقه. صداقه ها؟ مواقف حلوه من يكون اكو تفاهم بيناتهم. لا موجود. موجود ها؟ موجود اكيد. زين ياهو احسن بالصداقه، الولد لو البنت؟ لا الولد. الولد ها؟ الولد. ما ينطلع بيها مو؟ ويضحي. لا يا طبعا. ليش ما اكو مره يقول لك مره ب1000 رجال؟ لو ما عندك من هاي؟ لا اكيد اكو. موجوده بس الولد اقوى. الصداقة هي بدينا يعني غلط الصداقة. بالدين مو موجوده ها؟ بدينا ما موجود. زين عندك صديقات؟ ما كل يوم واحد ما عنده صديقات. كلنا عندنا مو صحيح؟ كلنا عندنا. زين مجتمع شرقي، مجتمع عراقي، مجتمع اسلامي ملتزم، يقبل هذا الشيء؟ طبعا لا. لا مو؟ طبعا لا. اي شكو بها. موجوده ها؟ موجوده نعم. حتى وان كنا مجتمع اسلامي منغلق كذا عرب، يعني ضمن حدود هي تعتبر. ضمن حدود. ضمن حدود. عندك صديقات؟ لا. مو شغله مجال وياك ما راح تقول لا ما يقدر. ماكو شيء اسمه صداقه بين الرجل والمراه، يعني انت مجتمع اسلامي، المجتمع ما عنده هاي الصداقه لو اكو خطوبه وزواج وهاي لو ماكو، على انه اما هذا موضوع العمل وهاي اكو في شيء بناء على حدود العمل يعني اسمه زماله. نقدر نقول هيك شنو كزميل عمل على قد انه مرحله العمل. عندك زميلات عمل؟ لا انا ما عندي زميلات عمل. انت متزوج؟ زميلات عندي. لا ما متزوج. ما متزوج وتقول ما عنده؟ زين السابقه عمي خذوه. واحد هاي من الله. نعم. رافض هذه التفصيله ها؟ هو اكيد رافض، لان احنا كليتنا ما نرضاها على عوائلنا واهلنا وبناتنا. شو تتوقع المانع الرئيسي بوجود علاقه زماله او صداقه بين الرجل والمراه بمجتمعنا الشرقي؟ احنا المشكله هو احنا تقيت هسه احنا مجتمع شرقي ومجتمع اسلامي، الاسلام هو نصنا انه هذا الشيء ممنوع عندنا. فاحنا اذا نقول بعد نتبع الاسلام فهاي، يا اما اذا تريد تقول لا والله مو اسلام ونتبع الغرب وهاي، لا نقول صداقه وعلاقه ويطبون ويطلعون شيء طبيعي.